السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وحلقة جديدة من حلقات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طبعا كأس العالم فيفا قطر 2022 وتوقعات لدور الثمانية الكبار بقى في كأس العالم. هنتكلم عن توقعات سريعة وهنتكلم عن المنتخبات الثمانية كده بشكل سريع، ولكن وصلك الفيديو أتمنى تدعمني بلايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا إن شاء الله أول باول. ويلا نخش بقى في موضوع حلقتنا على طول عشان ما نطولش الفيديو بقدر الامكان. وفي البدايه طبعا المنتخب المغربي، مش انا بس، العرب كلهم الف مليون مبروك. طبعا فوز المنتخب المغربي على المنتخب الاسباني وتاهله لدور الثمانيه. منتخب المغرب بكده بيكون المنتخب الرابع في تاريخ مشاركات المنتخبات الافريقيه في كاس العالم اللي يوصل للدور ده. وصل للدور ده من قبل المنتخب الكاميروني في كاس العالم 90 في ايطاليا، والمنتخب كمان الغاني في كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، والمنتخب كمان كان وصل للمنتخب السنغالي في كاس العالم 2002 المقام او اللي اقيم في كوريا واليابان. المنتخب المغربي طبعا هو المنتخب الرابع اللي يوصل للدور دوت في بطولة 2022 في قطر. معلومة هقولها برضو، في كاس العالم 2026 اللي جاي ان شاء الله اللي هيتلعب في كندا والمكسيك وامريكا هيشارك 48 منتخب. وعرفنا ان قاره افريقيا الحصه بتاعت منتخباتها هتكون 9 منتخبات مشاركه من قاره افريقيا في بطوله 2026. ولكن باذن الرحمن في حاله فوز منتخب المغرب على المنتخب البرتغالي وتاهله وصعوده للسيمي فاينل المربع الذهبي باذن الرحمن، وقلوبنا كلها ودعواتنا كلها مع المنتخب المغربي، هتكون حصه المنتخبات الافريقيه في كاس العالم 2026 11 منتخب بدل 9 منتخبات. وبالتالي هنضمن تأهل تقريبا كل العرب باذن الرحمن. نشوف كده في نسخه 26 من افريقيا المغرب وتونس والجزائر ومصر وليبيا، ليه لا، وباقي المنتخبات الافريقيه القويه. ففوز منتخب المغرب في المباراه دي هو بيلعب لصالح كبير او لمصلحه كبيره للكره الافريقيه. منتخب المغرب بكررها مليون مبروك، منتخب شرف الكره المغربيه وشرف الكره العربيه وشرف الكره الافريقيه في بطوله كاس العالم. ده كده بالنسبه للحديث عن منتخب المغرب. مش هنقدر نديهم حقهم، ولكن نمسك الخشب. منتخب بيعمل مباريات قويه جدا امام منتخبات كبيره على مستوى العالم زي منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا وكمان منتخب اسبانيا. منتخب الحمد لله المنتخب المغربي ما اتغلبش لحد دلوقتي في البطوله. ونمسك الخشب او تاتش وود كده، ادي الخشب اهو بمسكه. ان شاء الله باذن الله تستمر مسيره منتخب المغرب ويقدر ان هو يفوز على منتخب البرتغال باذن الرحمن في مباراه الكوارتر فاينل باذن الله. توقعات لدور الثمانيه طبعا خلاص بدانا، احنا دخلنا في الجد من الدور اللي فات دور ال 16، ولكن بدانا بقى نخش في جد الجد. خلاص بقى الثمانيه الكبار، ومباريات هتكون ناريه، مباريات حاسمه للتاهل المربع الذهبي والطريق نحو بطوله كاس العالم. هنبدا كده بما اننا اتكلمنا عن المغرب نتكلم عن مباراه المغرب والبرتغال. المغرب طبعا باذن الله قلوبنا كلها مع المغرب، وباذن الله تكون متاهله للسيمي فاينل باذن الرحمن. ولكن مباراه مش هتكون سهله ولا على المغرب ولا على البرتغال. مباراه تكون صعبه جدا، طبعا مباراه تكون صعوبتها اكبر من صعوبه مباراه اسبانيا. باذن الله المنتخب المغربي قادر على تخطي هذه العقبه. منتخب البرتغال منتخب قوي بيتمتع باسماء مميزه بين صفوفه، بيتمتع بقوه سواء عن طريق الاطراف او عن طريق كمان العمق. فمنتخب قوي لازم نعمل له حساب ولازم نحترمه بالشكل الكافي. ولكن منتخب المغرب قادر باذن الرحمن على التاهل للسيمي فاينل. وانا حتى لو توقعي للمغرب لا أو لو توقعي عفوا للبرتغال، انا هتوقع فوز المنتخب المغربي باذن الرحمن وبعون الله، ويصل للمربع الذهبي باذن الله، عشان يكون المنتخب العربي والافريقي الوحيد اللي قدر يوصل للدور ده في تاريخ نسخ وبطولات كاس العالم. المباراة الثانية هتكون مباراة فرنسا وانجلترا، مباراة نارية، مباراة قوية جدا 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 ما بين اثنين من القوى العظمى للكرة على مستوى العالم، وخصوصا على مدار السنوات الأخيرة. منتخب فرنسا بطل لآخر نسخة لكأس العالم 2018 في روسيا، وكمان المنتخب الإنجليزي
يعني كان الرابع في بطوله 2018 وكمان وصيف بطل اوروبا، فمباراه هتكون قويه جدا. منتخب فرنسا طبعا بيضم كتيبه كبيره من النجوم، منتخب من المرشحين بقوه للفوز ببطوله كاس العالم هذه النسخه. كمان منتخب انجلترا منتخب قوي جدا على مستوى جميع الخطوط، حراسه المرمى والدفاع، الاطراف، التركيبه الهجوميه كمان للمنتخب انجلترا تركيبه قويه جدا، ساكا وبيلينجهام وفيل فودن وهاري كين، يعني اسماء، وراشفورد، اسماء حدث ولا حرج. فمباراه هتكون قويه جدا جدا جدا، وصعب التوقع بنتيجه المباراه دي او مين هيتاهل المباراه دي، ولكن بما اننا هنتوقع يعني المربع الذهبي، فانا اتوقع تاهل المنتخب الفرنسي للمربع الذهبي، وباذن الله يكون في مواجهه محتمله بين منتخب فرنسا ومنتخب ان شاء الله المغرب في السيمي فاينل باذن الرحمن. ننتقل بقى للجانب الاخر، جانب في مباراتين. اول مباراه هتكون مباراه الارجنتين وهولندا، مباراه قويه جدا. الارجنتين عندهم مشاكل دفاعيه، وكمان في كلام ان رودريجو دي بول مش هيلعب مباراه هولندا ومش هيكمل كاس العالم مع الارجنتين خلاص، يعني هتكون ضربه موجعه لخط وسط منتخب الارجنتين. منتخب هولندا منتخب المنتخبات المنظمه، عنده خط دفاع قوي، عنده كمان هجوم منظم، فمباراه هتكون صعبه جدا على الفريقين. مباراه مش هتكون سهله على الارجنتين خالص، مش هتكون سهله على هولندا خالص. طبعا مباراه حساسه، مباراه مؤهله للمربع الذهبي، وانا اتوقع طبعا فوز، يعني اتمنى واتوقع في نفس الوقت فوز المنتخب الارجنتيني والتاهل للمربع الذهبي باذن الرحمن. اخر مباراه معانا هي مباراه البرازيل وكرواتيا. مباراه كده من مضمونها، او لما نيجي نتكلم عنها هي مباراه شبه محسومه لمنتخب البرازيل. لا طبعا، المنتخب الكرواتي منتخب منظم، منتخب بيلعب على المرتدات، منتخب يعني برضو بيمتلك خط وسط قوي، وبيعرفوا يصيروا او بيتحكموا في رتم المباريات. شفناهم منتخب اليابان في دور ال 16 كانوا متاخرين بهدف، قدروا يرجعوا للمباراه، كسبوا بضربات الترجيح، ولكن يعني منتخب لا يستهان به. منتخب كرواتيا منتخب قوي، ولكن منتخب البرازيل يعني هو المرشح الاول للفوز بالبطوله دي. انا اتوقع فوز المنتخب البرازيلي بالمباراه دي ويتاهل للمربع الذهبي، واتوقع مواجهه محتمله بين البرازيل والارجنتين، وكده يعني سوبر كوبا امريكا في السيمي فاينل لبطوله فيفا قطر 2022. يبقى توقعي لمباريات ان شاء الله السيمي فاينل هتكون ارجنتين، برازيل، فرنسا، وباذن الرحمن المغرب يكون في المربع الذهبي. ده كده توقع وحديث عن مباريات دور الثمانية. طبعا الثمانية الكبار مباريات هتكون قوية جدا، هنستمتع بأربع مباريات، يعني اللي هيفوت مباراة منهم يعني هيندم، أو يعني هيفوتوا كتير في البطولة دي. بإذن الله نستمتع بالمباريات، وأهم حاجة دعواتنا جميعا للمنتخب المغربي بإذن الله يكون واحد من المنتخبات المتأهلة والمتواجدة في المربع الذهبي بإذن الرحمن يوم السبت بعون الله. كده انا خلصت حلقه النهارده. اتمنى من الجميع ادعموني بلايك للفيديو، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديدنا باذن الرحمن. اشوفكم على خير في حلقات وفيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.